احنا يمكن شفنا كثير من الجوانب السلبية كانت في الفريق، واللي يمكن ترسل رسائل مهمة للاعبين أو حتى المدرب بأهمية التصحيح قبل فوات الأوان، لأن التعثر مثلا في مباراة في الدوري أو حتى على مستوى دوري أبطال آسيا أو في كأس الملك ممكن يعني يكون ثمنه غالي. صحيح. في البداية أولا مبروك يعني لفريق النصر الفوز. أنا كتبت تغريدة يعني قبل يومين، قلت أن المباراة هذه راح تكون مباراة أهداف ومشابهة لمباراة الأهلي، وفعلا يعني سبحان الله أصبحت مشابهة حتى بالنتيجة، مشابهة لمباراة الأهلي، وحتى يعني بالفارق. النصر تقدم ب3 ثم سجل الدحيل. النصر جميل من الناحية الهجومية ومكتسح، وأكثر فريق يعني سجل الأهداف سواء في الدوري أو في دوري أبطال آسيا. صحيح. يعني بأي لحظة ممكن النصر يسجل بسبب يعني القوة الهجومية. والحلول الفردية. نعم يعني النصر من الناحيه الهجوميه يعني مرعب، ويعني كل مباراه لازم يسجل النصر، يعني ما في مباراه يعني النصر طلع فيها بنتيجه سلبيه لم يسجل هدف. لكن اشكاليه النصر فعلا في المشاكل الدفاعيه، ومن تقريبا من مباراه الرائد من فتره التوقف، والفريق دائما يستقبل اهداف حتى من فريق احد، يعني فريق يعني من الدوري الدرجه الاولى سجل في النصر. مشكله النصر بالدفاع انا اعتقد انه شقين. الاول المنظومه الدفاعيه اللي يعتمد عليها كاسترو، هو الدفاع المتقدم بالاضافه الى مصيده التسلل التي يعني ربما كثير يخفق فيها لاعبون النصر بتطبيقها، يعني اكثر من هدف سجل في النصر بسبب اخفاق في الوقوف على خط واحد. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اليوم اشوفها في المباراه، بغض النظر يعني عن مشكله المنظومه الدفاعيه، هو الاخطاء الفرديه، خصوصا من الظهير محمد قاسم، خصوصا الهدف الاول يعني اللي هو اربك حسابات النصر، يعني خطا فادح من المدافع، يعني اخرجها بطريقه خاطئه وهي اللي سببت هدف.